فالتربية بالأخلاق والقدوة هي التربية البعيدة الأثر في الإنسان، والتي تترك أثرها إلى أمد بعيد. أما التربية بالخطب وبالكلام هي دغدغة للعواطف، سرعان ما تزول، وسرعان أصحابها من ينفضون من حولك. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما غلب الآخرين وجاءوا إليه أفواجا أفواجا يدخلون في الإسلام بعدما كانوا معادين له، جاءوا غلبهم بالأخلاق وليس بحد السيف. لم يغلبوهم في بدر وأحد فقط، وإنما الآثار الطاغية هي الأخلاق والقدوة، كان خلقه القرآن. ولذلك الناس جاءت ودخلت في الإسلام ليس خوفا وإنما حبا. تذكر الأحداث في صلح الحديبية حينما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا ويحلقوا. طبعا حينما منعهم المشركين من الدخول إلى مكة فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: انحروا وحلقوا شعوركم، فلم يستجب أحدا، فأعادها 3 مرات. ودخل إلى زوجته وقص عليه القصة، فقالت له: اخرج أنت وابدأ الأول، ثم تراهم قد جاءوا وقد يفعلون ما تفعله أنت. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستجب له أحد، له لم يفعل ذلك الفعل. هذا شيء بسيط، وفي كل أمور هكذا تمشي. فكان هو الأول يتقدم في الصف الأول، ثم يأتون من بعده الصحابة. ولذلك حينما كانت الأخلاق قوية نشاهد أن كبار رؤوس المشركين جاءوا ودخلوا الإسلام. عمر بن العاص يقول لهم: أدركت أن هذا الرجل سوف ينتصر. وعمر بن العاص كان من كبار القيادة في قريش، وهاجر إلى الحبشة. حينما رأى قبل ما يدخل إلى مكة رأى الأمور أنها قد حسمت لهذا الرجل، ليس بالسيف وإنما بعدد أتباعه. والعدد الأتباع لماذا يأتون؟ هل أتون خوفا؟ لا، بالعكس، أتونا حبا. عمر خالد بن الوليد قد أدرك الحسم قبل أن يدخل الإسلام، كان مشركا، كان يفكر أن يذهب إلى الفرس أو يذهب إلى الروم، لأنه رأى وشاهد أن الأمور قد حسمت للرسول صلى الله عليه وسلم من زمن بعيد قبل أن يأتي إلى مكة. لذلك فالتربية بالقدوة والسلوك هي الباقية. أما أن نعتمد في كلامنا نحكي عن الإسلام ونحكي ونتكلم ونثرثر كثيرا، هذا لا يأتي بالأثر. كثير من الناس يقول لك: أنا أتكلم في الإسلام، لماذا لا أأتي بأثر كما يأتي به الغير؟ الآخرين قد ربوا أنفسهم. تربي نفسك قبل أن تبادر لتربية الآخرين. أنت لا زلت فيك الثغرات والفراغ التربوي، ثم تريد أن تربي الآخرين لأنك تكتسب بعض الكلمات أو بعض الجمل أو بعض الحماس. لا، قبل أن تفكر وتطرق ذهنك أنك تربي الناس عليك أن تربي نفسك. ولذلك التربية بالقدوة. كثير من الناس تحدثوا في التربية، كتب مملوءة بالفلاسفة، لكن يبقى ذلك الكلام نظري. فتلك الكتب وتلك الكلام قد مات وانتهى أثره، ربما أثر في وقته، لكنه لم يبقى منه شيئا، لأن صاحبه لم يكن ملتزما به. صاحبه مش ملتزم بهذا الكلام الذي يقوله. إذا كان صاحبه لم يلتزم به، فكيف يأتي إلي ويطلب مني أن ألتزم به؟